اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خلينا نشوف أخبار برج الدلو اليوم، بس قبل كل شيء خليني أعطركم المسج هذا اللي سألتوا عنه. هذا المسج عطر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتعطر بمسج الغزال، وخالطة وياه مسج الغزال الأحمر، وخالطة وياه 7 عطور من المسج المتبقية. فهذا المسج الله يجيب لك الريحة الطيبة وطاقة الملائكة، فيترس لك البيت ملائكة داير مدايرك. تعطروا وياي، تعطروا يا مواليد برج الدلو، برج الحلو. شو بحبك أنا، شو بعشقك أنا يا برج الدلو. شكرا على سؤالكم علي حبايب قلبي، فديتكم أني. شكرا على تعليقاتكم الحلوة بنات المغرب، أنا كلش أحبكم وأموت عليكم بزاف. بنات تونس واليمن ومصر والعراق. فحبايب قلبي يعني اللي طلبة من الله من مواليد برج الدلو، تمام حبايب قلبي، لايك ومتابعة ومشاركة قبل لا أقرأ لكم. يعني أحلفك بالرسول صلى الله عليه وسلم، لو أنت تحب الرسول خلي لايك. ليش المقطع 10,000 مشاهدة يلا 500 و800 لايك؟ شنو السبب؟ يعني أنت داخل فبدربك حط لك لايك صدقة لوجه الله وليس إليه. اللايك ترى بس مجرد يصعد القناة بس، لا أكثر ولا أقل. فأحلفك بالرسول تخلي لايك يا مواليد برج الدلو. خلينا نشوف رسالة الله سبحانه وتعالى شنو هي راح تكون إلك يا مواليد برج الدلو. صل على محمد وآل محمد. يا أصحاب مواليد برج الدلو، شنو هي الرسالة اللي راح توصلك من الله سبحانه وتعالى والملائكة؟ ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد، ما شاء الله. شوف يا برج الدلو، أنت عندك تحقيق أماني هواية، أنت بنفسك أمنيتك تتحقق، فالله سبحانه وتعالى يقول لك أنا راح أحقق لك أمنيتك يا صاحب القراءة. فراح يجيك رزق من حيث لا تحتسب يا برج الدلو، يعني راح يجيك رزق وخير ومال، وراح تتحقق أمنيتك من الله سبحانه وتعالى يا مواليد برج الدلو. شوف يا مواليد برج الدلو، البعض من عندكم انتم تعبانين، حيل تعبانين، يعني حتى ما تقدرون تحجون. شوف يا برج الدلو الله يا ويل حالي. راح تقعد على صندوق الثروة راح توصل لي عندك بإذن الله الواحد أحد يا برج الدلو. راح تقعد على الثروة اللي أنت تتمناها بحياتك، أقسم بالله العلي العظيم يا برج الدلو. راح تصير ثري بالشي اللي انت تتمناه، تصير ثري بالصحة بالعافية بالستر بالرزق بالرجال بالحبيب بالأطفال. فانت راح تقعد على صندوق الثروة، تمام، والثروة راح تعبي حياتك، تمام يا برج الدلو. واللي غدروك واللي طعنوا بظهرك واللي عافوك ومشوا راح يرجعوا لك ويبوسون هاي الإيدين يا برج الدلو، إيديك راح يبوسوها يا برج الدلو. شوفوا يا برج الدلو، هذا عصر الدلو بدأ
من سنة 2020 لغاية سنة 2050 يبدي عصر الدلو. فأنتم ما تستغلون هذا العصر يا مواليد برج الدلو. ليش؟ الأبراج الثانية مستغلته بطاقة إيجابية، أنتوا تستغلونه بطاقة نحس. أني ما عندي، أني منحوسة، أني كذا، أني فلان، أني علان. فهو أنت جاي تسحب الطاقة لروحك. فليش أنت ما تستمتع بهذا العصر اللي إلك؟ عصر التكنولوجيا، عصر المال، عصر الحب. هو هذا العصر لحد 2050 يصحون له عصر برج الدلو. تمام؟ فهو عصر هوائي، عصر متطلع، عصر يفكر خارج الصندوق. لكن أنت يا برج الدلو متشائم 24 ساعة. أنا ما عندي، أنا مفقورة، أنا محسودة، أنا طايح حظي، أنا ما أدري شنو. شجاك شبيك يا برج الدلو؟ يلا ما أريد أطول السالفة عليكم حتى ما تضوجون مني. عندك طاقة فرح، عندك طاقة فرح يا برج الدلو، عندك طاقة خير، طاقة حب، طاقة سعادة. الفرح والسعادة راح يدخل لحياتك يا برج الدلو. راح يجيك رزق من حيث لا تحتسب. شوف الأسماك تلعب تحت رجليك. شوف يا برج الدلو، انتو يعني عندكم الرجل اليمنى والرجل اليسرى. تمام؟ فرجليكم يعني راح تقوم توجعكم خلال الأيام الجاية يا مواليد برج الدلو. فيا مواليد برج الدلو حافظوا على رجليكم. أصلا هي رجليكم جاي تورم. تمام؟ يصير بها تخثرات، يصير بها تمزق بالشرايين، فيصير بها يعني ورم زيادة عن اللزوم. فانتبه على رجليك يا برج الدلو. فعندك فرحة، عندك فرحة قابلة للسعادة إلك يا برج الدلو. ما شاء الله تبارك الله. شوف يا برج الدلو، اكو عندك حب جديد راح يدخل لحياتك يا برج الدلو. اكو إلك سعادة ما تنغمر بحياتك يا برج الدلو. يا اما رجوع حبيب قديم يرجع لحياتك يا برج الدلو، يا اما راح يدخل حب جديد لحياتك يا برج الدلو. وعلى فكرة برج الدلو يحبون الورد، يعشقوه، يعشقون الورد، بيحبوه. يا ويل حالي، يا ويل حالي، مثل ما أنا بحبك يا دلو. شوف يا دلو، شوف يا عيني يا دلو، يمكن أنت شخص تحب المواعيد المضبوطة. تمام؟ فالناس دائما تغدر بيك ودائما تخونك. ليش؟ لأنك أنت صاحب قلب طيب، صاحب كلمة، صاحب نخوة، صاحب شهامة. فأنت كل الأمور الحلوة متواجدة بيك يا برج الدلو. يعني حتى من واحد ينخاك أنت توقف. تمام؟ فأنت تحب اللي يحبك، أنت عمرك ما كرهت أحد. بس الناس دائما تغدر بيك وتخونك، حتى بمواعيدك يتأخرون عنك، حتى بمواعيدك يعني يحبون يطعنونك يا برج الدلو. فأنت يعني أكثر شيء المطعونة امرأة برج الدلو. امرأة برج الدلو أنت مطعونة ومخيونة من أقرب حبيب إلك يا امرأة برج الدلو. فيا امرأة برج الدلو يعني خلي الأمور تنحاز لنفسك. الله ثم الله ثم الله ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم الحبيب. يعني فكر بنفسك أكثر من ما تفكرين بالحبيب يا امرأة برج الدلو. يلا يا حبايب قلبي، شوف يا برج الدلو، وحق من أنزل القرآن على صدر الرسول راح يجيك خير ما من بعده خير. راح تجيك الثروة ماكو من بعدها ثروة. يعني هسه راح يطبون بالتعليقات يقولوا لي منين احنا فقور واحنا ما عدنا واني منحوسة. شجات خرب نصك اللي تطبين وتقولي لي اني منحوسة.
مروتك ابوس ايدك، لا تقولي لي اني منحوسه. طاقه النحس انتوا تسحبوها لارواحكم. احكي بالحب بالخير والعطاء يا برج الدلو، لحتى الله سبحانه وتعالى يغير لك حالك يا برج الدلو يا حبيبي انت. يلا خلينا نشوف كروت العشبة. نشوف كروت العشبة يا برج الدلو لأصحاب مواليد برج الدلو. نشوف شنو هي كروت العشبة. انت عندك وجع بإيديك يا برج الدلو، عندك وجع بإيديك يا برج الدلو، يعني ايديك تعبانة يا برج الدلو. شوف يا برج الدلو، عليك بالورد، عطر الورد، تمام، وزيت الزيتون، عطر الورد وزيت الزيتون والعسل، هذن تخلطهن على بخار من نار وتمسح بيهن ايديك. فعطر الورد راح يساعد ايديك، انت ايديك تعبانه، ايديك تذب قشر، ايديك مشققه، ايديك تعبانه. فعليك باكل الجوز يا برج الدلو. تلقون التكمله على قناتي قديسة الأرواح الملكة حورية، تمام. يلا يا برج الدلو خلينا نشوف رسالة الحبيب شنو هي لمواليد برج الدلو، وبعدين أرجع أكمل لكم الكروت يا مواليد برج الدلو. برج الدلو برج الحلو. شوف يا برج الدلو، يقول لك الحب جيد جدا، اكو شخص نادر راح يدخل لحياتك يا برج الدلو. انت عندك مشاعر رومانسية، عندك حب، عندك احتفالات، عندك شيء جديد راح يدخل لحياتك يا برج الدلو. اقسم بالله ورسوله شيء راح يتغير بحياتك يا برج الدلو. يلا خلينا نكمل على برج الدلو عن الحبيب. خلينا نشوف، لان اني ذاك شوية حفظته. برج الدلو برج الحلو برج الدلو، يقول لك انت دائما تشوف انعكاسات، تمام، بالطاقة، لكن انت ترتاح مع الآخرين، يعني الآخرين دائما يحبون يشوفون طاقتك يا برج الدلو. يلا يا برج الدلو انت راح تكون انسان عاطفي، راح يكون اكو إلك تفكير ايجابي، راح يكون اكو إلك ايمان بالله ورسوله، راح يكون اكو إلك جلب الحبيب والرومانسيات والحب وطاقة الرومانسية راح تدخل لحياتك. فيا مواليد برج الدلو انت راح يصير عندك زواج يا برج الدلو، راح يكون اكو إلك احتفال عن قريب يا برج الدلو. فيا برج الدلو انت راح تكون فرحان خلال هاي الفترة، يا اما راح تكون اكو عندك طاقة فرح وتروح الفرح او تروح المناسبة، لكن انت راح تتزوج 100% يا برج الدلو. فخليني اكمل لكم الكروت الباقية اصحاب مواليد برج الدلو. برج الدلو برج الحلو، شو بحبك انا، شو بعشقك انا، احلفك بالله ورسوله تخلي لايك يا أصحاب مواليد برج الدلو. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. خلينا نشوف رسالة الله سبحانه وتعالى لمواليد برج الدلو. شوف يا مواليد برج الدلو، انت جسمك دائما يبرد، عندك برودة في جسدك، تمام، والبرودة تجيك من الرجلين، يعني انت راح يكون جسمك يسخن وبعدين تبرد، فاحترس من الحمى. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. شوف يا برج الدلو، انت تعبان ومقهور او مطعون من اقرب الناس الك، فالاشخاص اقرب الناس الك دائما يحجون عنك بالشيء المزين يا برج الدلو، واكو عليك طاقة السحر كلش قوية يا برج الدلو. فهاي طاقة السحر اللي عليك وياها كلام الناس تحكي عنك، مو الناس، لا حاشا لله، المقربون الداير مدايرك دائما يحكون عنك بالشيء الموزين يا برج الدلو. فأنت عندك طاقة السحر، الله سبحانه وتعالى يقول لك احترس من عتها يا برج الدلو.
شوف يا برج الدلو، طاقة السحر عليك 1,000,000%. تمام. انت سلمت امرك لله سبحانه وتعالى، لكن انت عندك ارواح، عندك روحانيات، فروحانياتك جاي تساعدك يا برج الدلو لحتى تشافيك وتعافيك من هذا السحر اللي راح يجيك يا برج الدلو، وراح توصلك للقمة يا برج الدلو. فروحانياتك تحبك يا برج الدلو. بنات، انتوا سألتوني شلون نعلي طاقة الروحانيات. تمام. شوفوا يا حبايب قلبي، انتو يا بنات اللي تريد تعلي طاقة الروحانيات مالاته، تقرأ يعني تسبح بعد الصلاة. تجيب سبحة نفس هذه 201، تسبح 1000 مرة كلمة يا الله 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 الله، تفر السبحة 5 فرات فيصيرن 1000. تمام. ف1000 الصبح و1000 الظهر و1000 بالليل. فروحانياتك انتي راح تتقوى يوم بعد يوم بكلمة الله روحانياتك راح تتقوى عندك. تمام حبيبة قلبي. فأنتي اللي يريد تقوى روحانياته تقوى بكلمة الله، وتقوي بصورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، يعني ما شاء الله تبارك الله. يلا يا عمري خلينا نشوف رسالتك يا برج الدلو. شوف يا برج الدلو، يما فديته الماء عند البيت، فديته انت ملك حبيبي دلو، انت ملك وتبقى الملك. الله حيو جلالة الملكة الله حيو جلالة الملكة، جلالة الدين محمد أكبر انت ملكة يا امرأة برج الدلو، راح توصلين للمكان اللي انت ترضينه، وانت اصلا ملك يا مواليد برج الدلو. بس انت يا امرأة برج الدلو راح توصلين للمكان اللي انت ترضينها يا امرأة، فراح توصلين للمكانة اللي انتي ترضينها يا امرأة برج الدلو. انتي راح تصيرين ملكة على عرشك يا امرأة برج الدلو، وراح يجيك الرجال اللي انت تتمنينه يا امرأة برج الدلو. والبعض من نساء مواليد برج الدلو عندكم طاقة الشفاء للناس، يعني من تلزمين الواحد وتقرين عليه فهو يشافى من تحت ايدك، لانك عندك روحانيات كلش قوية يا امرأة برج الدلو. خلينا نشوف رسالة الله سبحانه وتعالى شون هي إلك يا مواليد برج الدلو. شوفوا يا مواليد برج الدلو، يعني أنا قلت لكم عليكم طاقة السحر كلش قوية، فهاي طاقة السحر لازم تتحصنون من عتها. تمام حبايب قلبي، تشوفون يعني اكو هنا طاقة السحر. تمام. وهنا عندكم طاقة السحر، وطاقة السحر من الغراب. تشوفون طاقة السحر اللي عليكم يا مواليد برج الدلو. فأنتوا لازم تتحصنون بكلمة الله وآية الكرسي، آية الكرسي وفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. يعني هذن الآيات راح يحصننك يا برج الدلو. وأنت يا امرأة برج الدلو راح يسوون عندك تحصين. أول شي تحصين، ثاني شي راح يكون أكو إلك يعني روحانياتك تتقوى. يعني شوفي، يعني أنت بالاثنين مستفادة، يعني هم تحصين من طاقة السحر عليك يا برج الدلو، وهم روحانياتك تتقوى يا مواليد برج الدلو. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. يلا خلينا نشوف آخر رسالة لمواليد برج الدلو، نشوف الله سبحانه وتعالى شنو يريد يدزلك يا مواليد برج الدلو. الله راح تقطف الفلوس قطف. تمام. فيا برج الدلو يا عمري أنت والله العظيم دخول السنة الجديدة، في دخول السنة الجديدة إلك يا برج الدلو راح يكون أكو إلك قطف أثمار وخير وبركة من حيث لا تحتسب يا برج الدلو.
وأني عد كلامي، وهاي سبحة أم البنين شاهدة علي. هاي سبحة أم البنين تشهد على كلامي يا مواليد برج الدلو. راح يكون أكو إلك رزق من حيث لا تحتسب يا برج الدلو، لكن الله سبحانه وتعالى يقول امشي وعينك واقعد وهينك. يلا خلينا نشوف رسالة الحبيب، ما أريد أطول عليكم يا أصحاب مواليد برج الدلو. رسالة الحبيب: يا حبيب يا زبيب يا طبيب، شوف يا قلبي أنت، يقولك أنت يعني أكو عندك مشاكل، فاللي عنده مشاكل راح يكون يروح للمحكمة، لكن المحكمة راح تكون إلك يا برج الدلو. المحكمة راح تكون إلك، أكو إلك حب حقيقي راح يدخل لحياتك يا مواليد برج الدلو. عندك حب لا يقاوم، الحب اللي أنت تتمناه طول عمرك وحياتك يا برج الدلو. يا نساء مواليد برج الدلو، راح يجيك الرجال اللي انت تتمنينه في حياتك يا امرأة برج الدلو. خلينا نشوف الكروت السحرية شنو راح تقلك يا برج الدلو. الف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. يلا يا مواليد برج الدلو، طلع لك 3 كروت. فشوف يا مواليد برج الدلو، انت عليك بالورد، بعطر الورد لحتى ترجع ايديك من جديد، تمام؟ فعندك عين الشمس، انت لازم تاكل عين الشمس لحتى يصير عندك فيتامين، تاكل عين الشمس لحتى يصير عندك فيتامين. فهذا عطر الورد أكيد 1,000,000% راح يرجع لك حيوية إيديك، تمام؟ مثل ما هسه أنا داية رايحة صايرة فيلم هندي صايرة فيلم هندي، يا ويل حالي يا ويل حالي بنات لا تضحكون على دية، ترى أنا دية صايرة فيلم هندي، يعني هني أمر من حالكم. فعليك بعطر الورد، تمام؟ وعليك بأكل حب عين الشمس لحتى يصير عندك الكالسيوم يصعد بزيادة يا برج الدلو. يلا وأقول لكم مع ألف سلامة، قديسة الأرواح الملكة حورية، أحبكم، باي.